السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفتنا النهارده 3 في 1. بجد يا جماعه الوصفه دي حلوه جدا. عن تجربه ما بحبش انزل وصفه الا يكون جربتها وجابت معايا نتيجه. شايفين الشعر ناعم حلو ازاي؟ طبعا لو شعرك مش ناعم، لو شعرك فيه تقصيف، لو شعرك فيه قشره، لو شعرك فيه حشرات هتعالجه، بس امشي على نفس الخطوات. طبعا ما شافش قناتي دي قناه مطبخ صافي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه تجيبي زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون معروف يا جماعه ان هو بيتقل الشعر وبينعم الشعر حلو جدا. هتضيف عليهم كمان زيت الجرجير. زيت الجرجير بيطول الشعر زي ما انتم عارفين. هتضيف عليهم الجاز الابيض، بتجيبيه ازازه من عند العطار. لو مش متوفر عند العطار هاتي الجاز العادي. بجد يا جماعه الجاز العادي ده حلو جدا، بيشيلك اي حشرات من شعرك. هتضيف عليهم 3 4 فصوص كده من الثوم. الثوم طبعا بيبقى فيه مضاد حيوي طبيعي، لو في تقصيف او في قشره في شعرك بيشيلها تماما. هتحطي كل المكونات دي في ازازه، بس افضل حاجه يكون ازازه ببخاخه. وهتغسلي شعرك. انا بفضل لك البلسم عن الشامبو، بينشف الشعر شويه. بعد ما تنشفي شعرك تحطي الخلطه زي ما انت شايفه، وما تغسليش شعرك طبعا تاني. وما تخافيش من الريحه، والله هتجيب لك نتيجه حلوه.